تخيل إنك تترمي في صحراء مقطوعة وتبقى عارف إنك مش هترجع منها تاني أبداً. صحراء ما فيهاش قانون والناس اللي فيها بياكلوا بعض حرفياً عشان يعيشوا. ده بالظبط اللي حصل لأرلين، البنت اللي لقت نفسها فجأة وجبة سريعة لمجموعة من أكلت لحوم البشر. يا ترى هتقدر تنجو بحياتها ولا هتبقى مجرد هيكل عظمي في الصحراء دي؟ القصة بتبدأ واحنا شايفين شوية ضباط شرطة جايبين بنت اسمها أرلين لأرض خراب. المكان ده فيه سور ضخم جدا، ومن الناحية التانية بتبدأ منطقة اسمها الدفعة السيئة أو الباد باتش. معظم الناس في العالم ماتوا والمجتمع بيحاول ينقذ اللي فاضلين، وأي حد بيعطل المجهود ده بيجيبوه هنا ويرموه. وده بالظبط اللي بيحصل مع أرلين. الضباط بيسيبوها في الباد باتش، المكان اللي مستحيل أي حد يقدر يهرب منه. كل الناس اللي عايشة هناك مجرمين بيقضوا عقوبتهم، وأول ما أرلين بتبدأ تدخل بيوشموا جسمها بالعافية برقمها في الباد باتش. بيحذروها إنها تبعد عن أي احتكاك جسدي طويل، وهي عارفة إن مفيش طريق للرجوع. أرلين بتكمل مشي لقدام. بعد شوية بتوصل لنص تل ومش شايفة أي حاجة في الأفق. دلوقتي أرلين تعبت وعطشت جدا، بس معاها إزازة مية في إيدها. بتشرب شوية مية وبترجع تمشي تاني. بعد فترة قصيرة بتلمح عربية مهجورة قدامها ومفيش حد حواليها. بتقرب من العربية وبتقعد جواها عشان ترتاح، لكن الهدوء ده كان مجرد فخ، لأنها فجأة بتلمح عربية تانية جاية عليها وفيها شخصين. بسرعة بتستوعب إن في كارثة هتحصل وإن حياتها في خطر. أرلين بتبدأ تجري وتهرب، بس الشخصين دول مش هيسيبوها تفلت بالسهولة دي. بيمسكوها وبيضربوها لحد ما تفقد الوعي. بعد فترة طويلة أرلين أخيرا بتفتح عينيها. بتكتشف إن إيديها ورجليها مربوطين جامد وملزوق على بقها شريط عشان ما تقدرش تصرخ. بتشوف ست واقفة قدامها، وبسرعة أرلين بتفهم إن دول ناس قلوبهم حجر، بس لسه مش مستوعبة إيه اللي هيحصل لها بالظبط. بعد كده بيقرب منها راجل وبيديها حقنة في دراعها بتخلي إيدها تنمل بالبطيء. أرلين بتبدأ تترعش بعنف، وبعدها الست بتقرب منها وهي ماسكة منشار حدادي. بعد شوية أرلين بتكتشف إن دراعها اتقطع وبيغمى عليها من الصدمة، لكن الست ما بتقفش عند كده. بتروح عشان تقطع رجل أرلين اليمين. أرلين في النهاية بتكتشف إن الناس دول أكلت لحوم بشر ما عندهمش رحمة، بيقطعوا الناس عشان يشبعوا جوعهم، ومن غير أطرافها أرلين مستحيل تقدر تهرب. الوقت بيبدأ يعدي وهي محبوسة جوه بيتهم، مرمية على الأرض ومفيش في إيدها حيلة. من وقت للتاني بتسمع أصوات الجيران وبتفهم إن أكلت لحوم البشر دول بيجيبوا ضحايا جديد طول الوقت. لو لسه مكمل معايا وعايز تعرف إزاي أرلين هتخرج من الجحيم ده، اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بس أرلين بترفض تموت في المكان ده، ومش ناوية تكون وجبة عشاء لأي حد، فبتبدأ تخطط لحاجة محدش يتوقعها. تاني يوم لما بتعمل حمام بتدهن الفضلات على كل جسمها. هدفها إنها تقرف الست وتجبرها تاخدها بره عشان تنظفها، وخطتها بتنجح بامتياز. تاني يوم أول ما الست بتدخل وتشوف حالة أرلين المقرفة بتسحبها لبره. بترمي أرلين على الأرض وبتمشي عشان تجيب شوية مية. وهي مش موجودة أرلين بتلمح حتة حديدة تقيلة وبسرعة بتخبيها تحتها. بمجرد ما الست بترجع أرلين بتهجم عليها بوحشية بالحديدة وبتضربها لحد ما تموت. دلوقتي أرلين لازم تلاقي طريقة تهرب بيها من المخيم. بتدور بلهفة في المكان على أي حاجة ممكن تساعدها تتحرك. عشان الدنيا بتمطر الطين كان مزحلق، وبتلمح لوح تزلج مرمي هيكون مفيد جدا ليها. أرلين بتنام على بطنها فوق لوح التزلج وبتستخدم أطرافها اللي باقية عشان تزق نفسها بره المخيم، وهي هتموت وتهرب. بس بمجرد ما بتوصل لنص الصحراء الفاضية شمس حارقة بتضرب في جسمها بشكل مباشر، وهنا بتواجه عدو أسوأ من أكلة لحوم البشر. من كتر الجفاف والتعب أرلين بتفهم إنها مش هتقدر تكمل أكتر من كده، وبعد شوية بتستسلم أخيرا وبتقع في نص الصحراء. سرب من الغربان بيتجمع حواليها وبيستعدوا عشان ياكلوا جسمها. وفي اللحظة دي بيوصل راجل بتاع خردة بيزق عربية زبالة. أول ما بيشوف حالة أرلين الخطرة بيشيلها يحطها في عربيته وبيسحبها لحد مستوطنة جديدة اسمها الراحة. سكان الراحة مش أكلة لحوم بشر وما بياكلوش لحم البني آدمين. أرلين بتبدأ حياة جديدة هنا. بتمر 5 شهور وبنشوف إن أرلين نوعا ما تقبلت واقعها الجديد وفهمت إن حياتها بقت مربوطة بالمكان ده. عملت لنفسها رجل صناعية بدائية عشان تقدر تمشي أسهل. الناس في الراحة عملوا لنفسهم مشاريع صغيرة، في اللي بيبيع بضاعة وفي اللي بيقدم خدمات، وبالطريقة دي بيساعدوا بعض وقادرين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي نسبيا. من ناحية تانية بنتعرف على راجل اسمه ميامي عايش بره في الصحراء مع عيلته. هو مش زي بقية الرجالة المتوحشين، عنده اهتمام كبير بالفن وبيقضي أيامه في الرسم، لكنه لسه من أكلة لحوم البشر ومحتاج بني آدمين عشان ياكلهم. عيلة ميامي بتتكون من مراته وبنته الصغيرة اللي بيحبها جدا. بالرجوع لأرلين في الراحة بنلاقيها زهقت من حياتها المملة وقررت تاخد خطوة ممكن تكلفها حياتها. ما بقتش عارفة إيه الهدف من حياتها خلاص، وبعد ما قعدت تقريبا في نفس المكان لمدة 5 شهور بقت تايهة تماما.
أخيراً بتقرر تخرج بره أمان مستوطنة الراحة، وعشان عارفة إن في خطر كبير في الصحراء بتسلح نفسها بمسدس عيار 38 قبل ما تخرج. في الصحراء مرات ميامي وبنته بيدوروا على حاجات تنفعهم في مقلب زبالة. أرلين بتلمحهم وبتبدأ تمشي ناحيتهم، وأول ما بتتكلم مع مرات ميامي بتفهم إن الناس دول من أكلت لحوم بشر. أرلين بتزعق وتقول انتوا بتعملوا إيه هنا؟ جيتوا منين؟ الست وهي مرعوبة بترد إنهم بس بيدوروا على حاجات تنفع في الزبالة. لكن أرلين بتحقق معاها بعدوانية وبتسألها سؤال ورا سؤال. أرلين بتفتكر بالظبط اللي عملوه أكلت لحوم البشر فيها، الصدمة اللي هتشيلها معاها طول عمرها. مرات ميامي مرعوبة وبتحاول تشرح موقفها كذا مرة، بس بسبب كرهها ليهم ومعرفتها بحقيقتهم أرلين بتضرب نار فجأة على راس مرات ميامي. بنت الست الصغيرة اللي اسمها هاني بتشوف المشهد اللي يوجع القلب ده، ولما بتشوف أمها ميتة هاني بتتصدم تماما ومش بتبقى عارفة تعمل إيه. بتحاول تصحي أمها بانهيار. لما أرلين بتشوف المشهد ده بتنهار، بتستوعب إنها عملت حاجة بشعة وإن الطفلة دي دلوقتي ما بقاش ليها حد في الدنيا. بتحس بالمسؤولية وبتقرر تاخد هاني معاها للراحة. بس هل الطفلة هتنسى اللي أرلين عملته؟ أرلين بتاخد البنت الصغيرة وبتمشي من المكان. في مكان تاني ميامي مستني بصبر مراته وبنته يرجعوا، ولما بيتأخروا بيقرر يخرج الصحراء عشان يدور عليهم. في الوقت ده أرلين رجعت هاني للمستوطنة الراحة، ولما بتلاحظ إن هاني بتحب الحيوانات أرلين بتشتري أرنب أليف عشان تواسي البنت الحزينة وتجيبه لها البيت. لكن كل ما أرلين بتحاول تقرب من هاني عشان تشرح لها أو تواسيها هاني بتبقى مرعوبة منها وبتفضل تقضي كل وقتها بتلعب مع الأرنب. أرلين بتحس بالذنب من المسافة دي لأنها بجد عايزة البنت تقرب منها. بسرعة اتعلقت بالبنت الصغيرة، لكن هاني عارفة بالظبط اللي أرلين عملته لأمها. أرلين بتقدم نفسها وبتحاول تسأل البنت عن اسمها، بس هاني بترفض ترد. من كتر الإحباط بسبب السكوت ده أرلين بتفقد أعصابها لحظة وبتقول لهاني بقسوة إنها لازم تفهم إن ما بقاش ليها حد في الدنيا ومحدش تاني مهتم بيها. لما هاني بتسمع كده بتحزن جدا. أرلين بتندم فورا على كلامها القاسي، وعشان تصلح غلطتها بتنعم صوتها وبتسألها انتي بتحبي الأرنب ده صح؟ لو عجبك ممكن نخليه هنا معانا. هاني أخيرا بتقول في نفس الوقت ميامي بيكتشف جثة مراته الميتة، وهو منهار ومصدوم من المنظر بيدور في المكان بس بيكتشف ان جثة بنته مش موجودة، وده بيولع شرارة أمل في قلبه إنها لسه عايشة. بيبدأ فورا يدور عليها في كل حتة، وخلال بحثه بيقابل هارمت نفس راجل الزبالة اللي أنقذ أرلين قبل كده ووداها الراحة. ميامي بيروح لهارمت بيوريه رسمة لبنته وبيسأله شفت البنت دي في أي حتة؟ هارمت بيرد إنه شافها بس بيضيف مش هقولك بالسهولة دي، في المقابل لازم تديني حاجة. ميامي بيسأله عايز إيه وهارمت بيطلب صورة مرسومة ليه. ميامي بيقعد وهارمت بياخد وضعية التصوير وبيرسم له بسرعة رسمة فيها تفاصيل دقيقة. هارمت بيعجبه الفن الجميل ده وبيقول له روح الراحة هتلاقي بنتك هناك. بالرجوع للراحة أرلين وهاني بيقربوا من بعض بالبطء وبدأوا يحبوا بعض بجد. هاني كمان بتساعد أرلين تلبس وتتزوق عشان هما الاتنين خارجين. كان في حفلة شارع ضخمة بيستضيفها زعيم المستوطنة الغامض، راجل كل الناس بتسميه الحلم. أرلين وهاني بيوصلوا للحفلة المليانة حيوية، وبعد شوية الحلم بيدخل دخلته الأسطورية، بيقف يخطب في الحشد الضخم وبيقول لهم المجتمع رماكم، افتكروكم حتة زبالة وكانوا مصدقين إنكم لو فضلتوا معاهم هتبوظوا الأجيال الجاية، بس أنا ساعدتكم كلكم، أنا بخلي المكان ده أحسن يوم عن يوم. لو ساعدتوني في يوم من الأيام هتدخلوا مكاني المقدس وحياتكم هتتغير تماما وهتعرفوا يعني إيه حياة بجد. أرلين بتبص للناس وهي مستغربة، مش قادرة تفهم ليه الناس مخلصين ليه بالعمى ده وفرحانين كده لما بيشوفوه. وبعدين بتلمح بنت بتوزع مخدرات على الناس. أرلين بتروح لها وبتاخد مخدرات هي كمان. في الوقت ده هاني كانت ماشية وسط الزحمة شايلة أرنبها، وفجأة الأرنب بيفلت من إيدها وبينطلق بعيد، وبتبدأ رحلة وراها تقلب الموازين. الأرنب بياخدها في طريقه لحد قصر الحلم المتأمن جامد، وهاني بتدخل ورا الحيوان. الحلم بيمسك الأرنب وبيرجعه لهاني، بيبص للبنت البريئة ومبهور بيها. بقاله فترة طويلة جدا ما شافش طفل في الراحة لأن تقريبا مفيش أطفال في المستوطنة. من كتر فضوله بياخد هاني جوه معاه. من الناحية التانية أرلين دلوقتي متخدرة جدا بسبب المخدرات، ورغم حالتها دي بتكتشف إن هاني اللي كانت معاها من شوية اختفت. بتبدأ تدور على البنت في كل حتة، وبسبب تأثير المخدرات أرلين مش في وعيها الكامل ومش قادرة تحدد تدور فين. بتمشي تتطوح بلا هدف لحد ما بتخرج بره الراحة وتدخل في الصحراء الضلمة. رؤيتها المشوشة جدا، وفجأة ميامي بيظهر من وسط الضلمة، بيلف حوالين أرلين الدايخة وبيهمس بغموض كلنا في الضلمة. وقبل ما تقدر تعمل أي رد
رد فعل بيغمى عليها وبتقع على الأرض. لما أرلين بتصحى تاني يوم الصبح بتلاحظ مباشرة إن رجلها الصناعية مش موجودة. ميامي قاعد قريب منها ومسكها في إيده. أرلين بتزعق عايزة رجلي. ميامي بيقرب منها وبيطلع رسمة هاني وبيسأل شفتي البنت دي؟ أرلين بتكذب توتر وبتقول لأ. ميامي بيمثل إنه مصدق بس بيقول أنا حاسس إن بنتي جوه مستوطنة الراحة، أنت هتساعديني ألاقيها ولو عملتي كده هرجع لك رجلك. وما عندهاش أي اختيار تاني. أرلين بتوافق على شروطه وفجأة بيوصل رحالة عدواني على موتوسيكل وبيرمي جركن بنزين غالي قدام ميامي وبيطلب طلب هيقلب الأحداث كلها دمار. بيطلب ياخد رجل أرلين التانية مقابل البنزين. ميامي بيفضل ساكت وده بيخلي الرحالة يفهم إن في خناقة هتحصل. الراجل بيستعد للهجوم بس ميامي بيفاجئه وبيمثل إنه موافق. بيسلم أرلين للرحالة وبياخد البنزين وبيبدأ يمشي. الرحالة بيشيل أرلين بانتصار على كتفه وبيمشي ناحية موتوسيكله وبدون أي إنذار ميامي بيلف بسرعة وبيرمي سكينة مباشرة في الرحالة بيقتله في ساعتها. ميامي وأرلين بياخدوا كل مؤن الراجل الميت وبياخدوا موتوسيكله وبيبدأوا رحلتهم مع بعض. لما الليل بيجي الاتنين بيدوروا على مأوى جوه كهف وهو ميامي بيطبخ العشاء. أرلين بتحاول تفتح كلام بتسأله إزاي بقيت من الباد باتش. ميامي بيتجاهل سؤالها. من كتر الإحباط بتغفل ميامي وبتخطف سكينه وبتهدده بالقتل. ميامي ولا بيتهز وبيقرب منها بالبطء وبيتحداها إذا كنتي تقدري تقتليني اقتليني. الاتنين بيبصوا لبعض بتركيز لفترة طويلة والتوتر بيتحول وهم بيقربوا من بعض بالبطء. لكن في اللحظة دي بالظبط حارس مسلح من مستوطنة الراحة بيظهر على باب الكهف وبيضرب نار على ميامي. الحارس بيأمر أرلين ترجع معاه للمستوطنة وأرلين بتضطر تمشي. لكن بمجرد رجوعها للراحة أرلين بتحس بفراغ كبير جواها. بتكتشف إنها حبت وجود ميامي معاها بجد والأول مرة من ساعة ما جات الباد باتش حست فعلا بالسعادة ومش قادرة تبطل تفكر فيه. فبتقرر تتسحب أوبرا وتدور عليه. بتجري على الكهف اللي اتفرقت فيه مع ميامي بس ما بتلاقيهوش في أي حتة. مفيش غير بقع دمه اللي باقية لكنها بتلاقي كراسة رسمه مرمية. بتاخدها وبترجع. في الوقت ده بنكتشف إن هارمت كان لقى ميامي واقع ومجروح جامد بس لسه عايش. هارمت شاله ووداه مخبأه وبدأ يعالجه باهتمام. في أوضتها أرلين بتقلب في كراسة ميامي بتلاقي مجموعة رسومات جميلة جدا لبشر ونباتات وبين الصفحات بتلاقي صورة هاني. بتقرر تلاقي هاني عشان خاطر ميامي. بتقطع الرسمة وبتبدأ تدور في كل حتة. بتوري الصورة للناس بس كلهم بيقولوا إنهم ما شافوش هاني. أرلين ما بترفضش تستسلم. وفي يوم بتلمح شوية من حريم الحلم الحوامل ماشيين في المدينة وبتلمح هاني ماشية معاهم. أرلين بتفهم فوراً إن هاني محبوسة جوه قصر الحلم المتأمن ومعاها المعلومة دي بتمشي بخطوات ثابتة لحد بوابات الحلم. بس يا ترى هتقدر تخرج البنت من حصن زي ده إزاي؟ الحراس بيدخلوا أرلين وبتشوف الفخامة المرعبة بتاعة القصر لأول مرة. المكان مليان بكل المتعة والرفاهية والموارد اللي كانت موجودة قبل ما العالم ينهار وده بالظبط السبب اللي بيخلي أي حد يحلم يدخل. الحلم مجمع حريم كتير جوه وكلهم حوامل بعياله. الحلم بيرحب بأرلين وبيشرح لها حقيقة إمبراطوريته. بيقول لها إن مكانه بيصنع مخدرات وكميات كبيرة من الممنوعات التانية اللي بتتهرب بره الباد باتش وفي مقابل المخدرات دي العالم الخارجي بيبعت لهم فلوس ودي الطريقة اللي بتصرف بيها مستوطنة الراحة على نفسها وبتكمل. أرلين مذهولة من الحقيقة دي. الحلم بيقول لها أنتي جميلة جداً لو عايزة تقدري تبقي واحدة من المكان ده. لو عشتي هنا هتستمتعي بمميزات ملهاش نهاية وممكن كمان تبقي أم طفل الجاي. أرلين بتمثل إنها موافقة وبتروح معاه عشان تعيش هناك. بياخدوها لأوضة خاصة بس أول ما بتدخل بتفك رجلها الصناعية وبتطلع مسدس متعمر كان متخبي جواها. وبعدين بتنده لواحدة من زوجات الحلم الحوامل للأوضة بحجة إنها محتاجة مساعدة. أول ما الست بتدخل أرلين بتمسكها وبتحط المسدس على بطنها مباشرة عشان عارفة الحلم بيقدرها قد إيه. أرلين بتسحب الست المرعوبة لبره عشان تواجه الحلم وبتتحول من ضحية لأسد بيهدد الإمبراطورية كلها. بتهدده وبتقوله لو عايز تشوف ابنك عايش طلع البنت الصغيرة دي بره دلوقتي. عشان مش عايز يخسر ابنه الحلم بيسمع الكلام وبيطلع هاني بتجري على أرلين وأرلين لسه رفع السلاح على الست الحامل وبتجبرها تخرج معاهم. التلاتة بيركبوا عربية جولف وبيطيروا على حدود الراحة. أول ما بيوصلوا للحدود
أرلين بتاخد العربية وبتسيب الست الحامل وترجعها القصر. أرلين وهاني بيبدأوا يسوقوا في الصحراء ناحية بيهار، وفي النهاية بيلمحوا ميامي ماشي من بعيد. أول ما هاني بتشوف أبوها بتطير من الفرحة، وميامي بيبقى طاير من الفرحة هو كمان برجوعها. هاني بتمسك أرنبها وبتبقى جاهزة تمشي مع أبوها وهي مبسوطة. لما ميامي بيلف عشان يمشي، أرلين بتوقفه وبتقوله أنا كمان عايزة آجي معاكم. ميامي بيحذرها انتي مش فاهمة، بر الراحة مفيش غير الموت ليكي، احنا ناس قاسيين بناكل بني آدمين، مش هتقدري تعيشي معانا فترة طويلة. بس أرلين بتمسك إيده بحنية وبترد أنا عايزة نفس الحياة، أنا بس عايزة أعيش معاك. ميامي بيبص لأرلين فترة وفي النهاية بيقبل اختيارها، وهم قاعدين حوالين النار بيضطروا يقتلوا الأرنب عشان ياكلوه. بيشوه على النار والتلاتة بيشاركوا اللحمة، وهي هاني بتاكل الأرنب الدموع بتنزل على وشها عشان كانت بتحب حيوانها الأليف جدا. بس ده واقعهم القاسي، النجاة بتيجي في المقام الأول وما يقدروش يسمحوا لنفسهم يتعلقوا بأي حد أو أي حاجة. ميامي بشكل رسمي قبل أرلين كجزء من العيلة، ومشاركتهم للأرنب ده هي أول وجبة ليهم مع بعض كعيلة واحدة. ومع المشهد المؤثر ده الفيلم بيخلص هنا. يا ترى لو كنت مكان أرلين كنت هتختار الأمان الوهمي ولا الخطر مع ناس بتحبهم؟ مستني رأيكم في الكومنتات. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد. سلام يا اخواتي.